شفاء مريض بيت حسدة حسب إنجيل يوحنا الأصحاح 5. المريض الذي أقعدته الخطية 38 عاما وهو مريض بركة بيت حسدة، جاءه طبيب الأجساد والأرواح فأنهضه من رقاده الطويل وحثه أن لا يخطئ فيما بعد لئلا يكون له أشر. كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قم احمل سريرك وامشي. حالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. قتلت آماله وملاك ينزل للبركة، ينظره المقعد في حسرة، لا أحد جانبه يرثي أو يلقي به في ماء البركة. واليأس تملك في قلبه، هل ينهض مقعد من فرشه؟ هل ينهض مقعد من فرشه؟ فنظرت في حب له وأعطيت سؤل قلبه، يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. إن الذي أبرأني هو قال لي: احمل سريرك وامشي. من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقذ السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يسوع أنت إلهي، يسوع شافي الوحيد، يسوع حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد.